بدأنا 26. حددت الجول بتاع الشركة اللي هتشتغل عليه السنة دي؟ طب قسمت أهدافك أو الأوبجكتيفز اللي هتوزعها على الإدارات؟ طب حددت التارجت اللي هتديه لكل موظف؟ كل الكلام ده حلو قوي، بس عايز أسألك سؤال أهم. عرفت هتعين كام موظف السنة دي؟ عرفت الناس اللي معاك هتقدر تحقق لك الأهداف دي ولا لأ؟ يبقى لازم تركز في حاجة مهمة جدا اللي هي المان باور بلان. مان باور بلان مش إن أنا أعين موظف وخلاص أو أشتغل تعيين عشوائي. مان باور بلان معناها أنا محتاج قد إيه، هعين إمتى، وليه، والتكلفة قد إيه. المان باور بلان قرار استراتيجي، وعلشان الشركة تقدر تحقق أهدافها لازم تحكم في التكلفة، وأهم تكلفة هي تكلفة الموظفين. وده اللي هنتكلم عليه النهارده في المان باور بلان. علشان تعمل مان باور بلان ناجحه لشركتك هم 8 ستيبس تمشي عليهم. رقم واحد، المان باور بلان مش ان انا اعين وخلاص، لان انت لو عينت بشكل غلط يا اما هتبقى اوفر ستافنج، يعني عندك موظفين كتير جدا اكتر من العدد اللي انت محتاجه عشان تحقق الاوبجكتيفز بتاعتك، او اندر ستافنج، فبالتالي ان انت عندك عدد قليل فهيوصل لموضوع ارهاق وتعب على الموظفين فبالتالي مش هتحقق. او الكارثه الاكبر اللي بنقع فيها كشركات اللي احنا بنعين تعيين عشوائي، انا محتاج موظف دلوقتي فهات لي دلوقتي. ففي كل الاحوال او من الثلاث مواقف اللي احنا قابلناهم عمرك ما هتحقق الاوبجكتيفز. طيب نبدا نعين مان باور بلان ازاي او نعمل مان باور بلاننج ازاي؟ رقم واحد، احنا بنعمل مان باور بلان عشان نحقق الاوبجكتيف بتاعت الشركه، او بنحقق الاستراتيجيك اوبجكتيفز، او بالاصح الجولز الخاصه بالشركه. فرقم واحد لازم تالاين الاهداف بتاعت الشركه بعدد العمل اللي انت عايز تعينه. فدي اول ستيب مهمه جدا. معنى كده لازم يكون عندك ستراكشر واضح، لازم يكون عندك بزنس استراتيجي واضحه تمشي عليها. طيب رقم اتنين وده الاهم، لازم تبدا تعمل ورك فورس اناليسيس. يعني ايه ورك فورس اناليسيس؟ تبدا تلم كل الداتا اللي انت محتاجها. انا عايز اوصل لايه السنه دي، احقق قد ايه، اجيب ريفينيو كام، هتوسع ازاي. then ببدا ادخل على الخطوه الثالثه اللي هي الديماند او بنسميها الفوركاستنج، او ببدا اتوقع انا طالب عدد قد ايه. انا وليكن السنه دي عشان احقق الاوبجيكتيف بتاعي او الاهداف بتاعتي محتاج 200 موظف. طيب في الحاله دي لازم احلل السبلاي، او انا عندي عدد موظفين قد ايه. وانت بتحلل السبلاي خد بالك في حاجات مهمه جدا. ممكن موظفين تمشي فلازم احسب الاتريشن ريت او التيرن اوفر بتاعي. ممكن الناس توصل لسن المعاش فهشوف كام موظف هيتنقل او هيمشي، ممكن كام موظف هيطلع معاش فلازم احسب ده. ممكن يحصل بروموشن او ترقيات، طب كام واحد هيترقى عشان اجيب او اوفر الريبليسمنت بتاعه. فاحنا بنشوف السبلاي بتاعنا، بشوف كل الاحتمالات بتاعتي واهمهم طبعا الاتريشن ريت. طيب بعد كده ببدا اشوف الجاب اناليسيز، انا عندي عدد كام وهبدا احتاج اعين قد ايه، وبناء عليه ببدا اعمل الاكشن بلان بتاعتي ان انا في الفتره اللي جايه هعين كام موظف وهعين امتى. هل كده انا خلصت؟ لا، لازم تربط المان باور بلان بتاعتك بالبادجت، تحسب الكوست، تكلفه كل موظف، مرتبه كام، هيكلفني قد ايه تامينات، هيكلفني قد ايه ضرايب، هيكلفني قد ايه من الاسيتس اللي بنستعملها في الشركه، البنفيتس، كل الحاجات دي كلها. هل معنى ان حطيت المان باور بلان وحطيت الاكشن بلان بتاعتي معنى كده هقدر اشتغل صح؟ هنبدا نعمل حاجه اسمها امبلمنتيشن، او بالاصح هنبدا نطبق المان باور بلان بتاعتنا اللي احنا حطيناها على شيتس او على ورق عشان نبدا نشتغل. بس اهم حاجه وانت بتطبق المان باور بلان ممكن يحصل عندك جابس، ممكن يحصل عندك مشاكل في النص. فهنا في دور مهم جدا انك تعمل ايفالويشن وكنترول للموضوع. يعني لو في تعيين حصل بشكل غلط او في ريكوايرمنتس طلبت بشكل غلط، مش غلط انك تصلح ده، بس الغلط انك تقاوح وتقول انا هكمل بالشكل ده. لو عايز تريح دماغك من الوجع ده كله ممكن تواصل معانا واحنا نقدر نقدم لك ازاي تعمل ورك فورس بلان بلس نحط لك البادجت بتاعتها مع اي بي اس اليجنت. مستنيك.